السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ هنعمل حاجة لذيذة وجميلة جدا النهاردة. اول شيء نصلي على الرسول الكريم عليه افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نشوف هنعمل الكنافة دي ازاي. انا مجمدة هنا كنافة عندي في الفريزر عشان يبقى تقطيعها سهل. بتقطعيها حتت صغيرة كده وبحمرها بشوية سمنة، اسيبها تتحمر بشوية سمنة كده لحد ما يبقى لونها ذهبي. وبعد كده يلا بينا نشوف هنعمل ايه. احنا ممكن نعمل تورته، ممكن نعمل كبات صغيره، هنشوف نعمل ايه. انا هنا عندي واحده منجايه بقطعها مكعبات كده. بصي انا بوريكي القوالب اللي ممكن تشتغلي بيها، تشتغلي في ده، تشتغلي في المدور، تعملي في الطبق الكبير وتقلبيها تورته زي ما يعجبك. هنا بحط الكنافه كده زي ما انت شايفاني، وبرص المانجا. بصي كل الحاجات دي انتي وذوقك، ممكن تحطي كريمه، تحطي شوكولاته، تحطي اللي يعجبك. هنا الكريمه انا كنت مجمداها في الفريزر فكانت ماسكه جامد مش عايزه تنزل الحقيقه، فزهقت منها يعني، فرحت جبت من العلبه على طول وحطيت على المانجا لحد اللي في الكيس ما يفك شويه. بس بحط طبقه تانية من المانجا. بتحاولي تكبسيها. الكنافه هنا نسيت اقولك ان انا بعمل لها شربات يكون تخين شويه. بعد ما نزلتها حطيت لها الشربات وقلبتها كلها بالشربات، يعني ديت كنافه مسقيه بشربات تقيل. بتبقى تقريبا كوباية سكر عليها نص كوباية مية، وبتسيبيها تغلي غلوتين كده لمدة 10 دقايق، وبتحط لها نص ليمونة. خلاص هي جاهزة. وبتحطي العسل على الكنافة وهي ساقع. العسل بيكون ساقع والكنافة بتبقى بردت برضه عشان ما يعجنش معاكي. بصي انا بوريكي في كذا حاجة، يعني انا بعملت هنا في بولة صغيرة، عملت في القلب بتاع الصينية. بصي بتشكليها زي ما يعجبك. عندك عيد ميلاد حبيتي تفرحي ولادك، يعني تعمليها اكنها تورته. بصي مفيش اي مشكله. طبقه تحت بس بتكبسيها بالمعلقه. وحطيت اخر شويه مانجا، وادي الكريمه حطيتها، كريم جانتيه. مفيش اسهل من كده. في 10 دقايق كنت عملت لهم الحلو ده وكلوا وانبسطوا. بس بتقلبيها طبعا، بتشيلي الكيس كده بشويش عشان تتقلب معاكي بسهوله. وبتزينيها بقى بشويه شوكولاته انا مسيحاها على بخار ميه. هنا انا عملت واحده كبيره عشان اوريكي لو حبيتي تعملي تورته مثلا لاولادك، عندك عيد ميلاد بتاع حد من الولاد، اعمليها كده واقلبيها. خلاص احنا عملنا تورته. زينيها بشويه شوكولاته، بشويه فاكهه، آه، اي حاجه. ده عندي التوبنج كنت عاملاه قبل كده على كيك، سكر بيبقى وحط عليه عصره ليمون وملوناه كده. على كيفك الزينة وتزيين ده، يعني على كيفك. انا بوريكي ابسط حاجة ممكن تعمليها مفيش اي مشكلة. شوية شوكولاتة سايحة. بصي خلاص بقت تورته. وربنا يحسن ما بين ايديكم جميعا، فرحوا ولادكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ما تنسونيش في اللايك. باي باي.